كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. ما دام كل نفس ذائقة الموت تبقى دي قضية ايه؟ قضية عامة، قضية كونية. وإن كانوا أخيار يبقى بنعجل بهم إلى لقاء الله، وإن كانوا أشرار يبقى بنريح الدنيا منهم. يبقى الموت خير في كله ولا لا؟ إن كانوا أخيار نعجل لهم بجزائهم عند الله، وإن كانوا أشرار يبقى ارتحنا من شكلهم. مع السلامة. كل نفس ذائقة الموت. طب ذائقة الموت، هو الموت يذاق ازاي كده؟ الموت يذاق ازاي؟ ده معنى الذوق إحساس الإنسان بالألم من الموت. طب ده هو لما يموت يبقى يستحيل أن يذوق، وقبل ما يموت لسه ما هيذوق ايه؟ يبقى لا الذوق نافع قبل الموت ولا بعد ايه؟ يقول لك ايه؟ والأسى، يعني الواحد هيحزن لما يموت. الأسى بعد فرقة الروح عجز. طب ما دام الروح فرقت هتبقى تزعل على ايه؟ انت تزعل ازاي يعني بقى ما دام روحك طلعت؟ يبقى ما فيهاش زعل، دي خلاص. والأسى لا يكون قبل الفراق. يبقى اذا الأسى ملوش مطرح. الأسى ما يجيش الا بعد مين؟ الفراق. ولما تفارق مش هتقدر تزعل. هتزعل بايه؟ ده انت انتهت حياتك. كويس. امال كل نفس ذائقة الموت. ذائقة مقدمات الموت. ولذلك يجي على الانسان وقت مهما كان صحيحا يدرك انه لا محالة ميت. بلغت الروح الايه؟ الحلقوم. حتى اذا بلغت الروح الايه؟ التراكية وقيل من راق وظن انه الفراق. خلاص تيجي مسألة. يبقى ذوق الموت معناه ايه بقى؟ ان الموت يجي مقطوع به. ولذلك تلتفت اليه يبقى كويس يقول لك خلاص يا ابني المسألة مش عارف ايه. الله. يبقى اذا كل نفس ذائقة الموت، اي ذائقة مقدمات الموت اللي يعرف بها انه ايه؟ سيموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلو أي نختبر. فالابتلاء هو الاختبار، مش الابتلاء مذموم، إنما تذم غاية الابتلاء. إذا ابتلي هينجح ولا يسقط بس. يبقى الابتلاء نفسه مش إيه؟ مش مذموم. إنما المذموم إيه؟ إن الواحد يسقط فيه. لما نيجي نمتحن الطالب الامتحان نفسه يبقى في شر؟ لا، اللي يسقط. انما اللي مذاكر وبده يمتحن دلوقتي وبده النتيجه تظهر وبده مش عارف ايه وبتاع. يبقى نبلوكم يعني ايه؟ نختبركم. طب وهل الله في حاجه الى ان يعلم ليختبر؟ قال لك لا، ده احنا بنختبركم عشان تبقى حجه عليكم. احنا عارفين اللي هيحصل بس عشان تبقى حجه عليكم. ازاي؟ تيجي مثلا تقول للاستاذ والله انا مش فاضيين الامتحان ده، شوف الطلاب عندك دول يعني فييهم كده وشوف مين اللي ينجح، واللي ينجح شوف مين يطلع الاول ومين الثاني ومين اللي يسقط، خلينا نخلص من الحكايه دي. يقوم يعمل كده، يدي شويه على حسب ما يرى، وشويه ينجحوا وشويه يسقطوا. يقوم اللي سقط يقول له لا، ده حكم جائر، لو امتحنتنا كنا نجحنا، انت واخدنا على اننا كنا بنلعب قدامك طول السنه مثلا، مش كده؟ لكن انا جيت اخر سنه جبت مدرس خصوصي، جه واحد غششني، جه واحد سرق لي الاسئله، تبقى انت ما ظلمتني. يقول له طيب على ايه يا سيدي؟ نمتحنك وبعدين تطلع النتيجه زي ما يبقى احنا عملناها عشان نقطع ايه؟ عشان نقطع الحجه عليه. يبقى اذا ابتلاء الله لخلقه لا ليعلم والا فهو عالم، انما ابتلاءه عشان ايه؟ يقطع الحجه وتبقى شهاده على نفسك. ما تقولش انت لو امتحنتني كنت انجح، ادي احنا امتحناك. ونبلوكم، هي البلاء يجي بالشر والخير؟ قال لك ايه؟ بالاثنين. يجي لان ما دام انا هختبرك اشوفك تعرف قيمه الخير فتنصره على خلق الله ضعاف وتؤدي به حق الله شكرا كثيرا، ولا يبصرك ويطغيك. يبقى ادي ابتلاء بالخير. ونبلوكم بالايه؟ والخير فتنه. طب ونبتليه بالشر؟ ايوه شوف ابتليه بالشر كده يشوفك. ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. الله يباهي الملائكه بالطائعين ورب اطاعوك لانك انعمت عليهم بكذا وكذا 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 وكذا.
يقول واسلب نعمتي عنهم ويطيعونني. ادي الابتلاء. ولذلك ايه، احنا بنبلوكم، نبلو من المخاطب؟ المخاطب الكل، الغني والفقير ادي واحده، المقابلات اهي، والصحيح والمريض ادي اثنين، والحاكم والمحكوم. الله، اذا كلنا فتنه لبعض. امسك متقابلات كده وشوفهم ازاي يبقوا فتنه لبعض. واحد غني، الفقير ابتلاء له، والغني ابتلاء للفقير. يعني ده ابتلاء لده وده ابتلاء لده. ازاي بقى؟ قال لك واحد غني الفقير يبقى بلاء له. ليه؟ نشوف بقى، هيعطف عليه، يساعده، يديله مش عارف ايه. ان ما عملش كده يبقى الفقير سقطه في الامتحان. طب والغني يبقى بقى العكس ازاي بقى؟ والفقير ابتلاء للغني. قال لك الفقير لما يبص لواحد عنده نعمه كده وغني يحقد عليه، يحسده، ولا يقول ما شاء الله كان. يبقى الغني ابتلاء للفقير والفقير ابتلاء للغني. طب والغني ده الغني، والصحيح والمريض، هات المتقابلات دايما. الصحيح ابتلاء للايه؟ للمريض. يا ترى المريض كده اللي تعبان وعمال مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يقعد، وبعدين يشوف واحد صحيح ماشي وحفيده كده، يعني نفسه تتغير كده على ربنا اللي عمل فيه كده. طيب يحقد على اللي عنده صحه ده ولا ما يحقدش؟ ولا يقول يا ربنا يديني عافيتك، وربنا يا ابني ما يوريك اللي انا شايفه مثلا. وبالتالي انت جعلت صحتك في خدمه المريض ده ولا ما جعلتهاش؟ يبقى كل واحد منا فتنه لمين؟ للاخر. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. لان نتيجه الفتنه دي يا نجاح يا سقوط. فان كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافاه. وان كان سقوط يبقى عايز عقوبه. مين اللي يعملها بقى؟ المرجع الى الله.